كابتننا الكبير الاول كابتن رضا عبد العال. كابتن رضا برحب بيك. كابتن رضا حبيبي يا كابتن، مبارك ايه؟ مبروك. مبروك للاهلي. مبروك للاهلي ومبروك الدوري للاهلي. خلاص كده. هرجع لك تاني عشان تاكد لي بقى ليه. طبعا ماشي. كابتن محمود برحب بيك. برحب بيك يا روح. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله زي الفل. طيب حبيبي نرجع ليك يا كابتن رضا. ليه مبروك الدوري للاهلي؟ خلاص انت بتتكلم 14 اسبوع حبيب قلبي. خلاص انت دلوقتي حسمت الدوري من ماتش النهارده. يعني النهارده الدوري اتحسم للنادي الاهلي ماليش دعوه بقى بالفرق الثانيه بقى، بيراميدز على فيوتشر على الكلام ده، ماليش دعوه بيهم. انما انت دلوقتي المنافسه بينك وبين الزمالك، فانت خلاص بقى الفرق 8 بونت. انت كانت فرصه عمرك النهارده ان ده بالنسبه للزمالك ان كان يتعادل اقل حاجه، بس كان لازم يكسب. اهم حاجه المكسب كان مهم اكتر لنادي الزمالك بالظبط. عشان تقرب، عشان تفضل في المنافسه. ما تبص نقطتين بينك وبين النادي الاهلي، في اي وقت النادي الاهلي ممكن يقع، يتعادل ماتش يخسر ماتش، يبقى انت قريب. انما كده 8 بونت خلاص. وخلي بالك طول ما الراجل ده موجود اللبنات هتوسع والفرق هيزيد. راجل اللي عنده اساسيات في التدريب، محدش بقى يقول لي كنتوا انتوا بتقعدوا تعرضوني من السنه اللي فاتت. انا بقول لك من السنه اللي فاتت يا كابتن احنا بنتكلم يابا ماليش دعوه. بص على اساس المكسب اللي حققه من خلال بطوله الدوري والكاس. يعني. بص انا ممكن اجيب لك 100 شهاده. انا ليا الواقع. انت دلوقتي ماسك نادي الزمالك، ايه انت خدت بيه دوري السنه اللي فاتت وكاس، صح؟ ايه اللي غير السنه اللي فاتت عن السنه دي؟ ده بالعكس، ده انت السنه دي جبت كمان صفقات انت اللي جايبها، واخد بالك؟ وانت اللي مختارها. يعني عمر جابر ده مين اللي مختاره؟ ان هو يرجع تاني. هو اللي اختاره. هو خلاص كان هيمشي من بيراميدز ببلاش، جيب 10 مليون جنيه. دونجا اللي ضحك على جماهير الزمالك ويقول لك جالنا طارق حامد الجديد، جايب 20 مليون. ايه ده؟ انا اجيب دونجا واجيب عمر جابر ما كانوش بيلعبوا في فرقتهم اللي هي بيراميدز، واجيبهم ويبقوا اساسيين عندي وياخدوا المبالغ دي. يا عم هات توريه. انت ما بتشوفش خالص. امال مدرب ازاي؟ امال بروف ازاي؟ انت عايز تعلي فرقتك عشان فرقتك دي تفضل ماشيه في المنافسه. بدل ما اجيب دونجا اجيب توريه. بال20 مليون ده اخلص توريه. بال10 مليون اللي انت جبت بيهم عمر جابر اجيب عبد الكبير الوادي، او اجيب ابوكا واحد يهدف لي. واخد بال حضرتك؟ النهارده مباراه قمه في الغمه. يعني كانت بقول لك قمه النادي الاهلي، لا هي كانت غمه. الشوط الاولاني لا في هجمه هنا ولا هجمه هنا، حاجات على الشوط الاولاني الصراحه ما كانش يعني على استحياء. الا لما البروف اتدخل وعمل تغييرين من احلى التغييرات اللي خدمت النادي الاهلي، فوقت النادي الاهلي، كالت نادي الزمالك في الفتره اللي هو جاب فيها ال3 اجوال. هو الراجل الثاني الناحيه الثانيه برضه بعديها راح منزل. يا كابتن اسمع بس. لا اسمعني. ما انا بستغل اخطائك. الله حبيب قلبي اسمع. محمد شيف ومروان عطيه يابا اسمع. بعد ما كسب. قول يا كابتن. بعد ما كسب هو لو الهدف جه في الدقيقه كام يا كابتن؟ بتاع كهربا. بكهربا 69. طيب ماشي. هو كان عمل هو نزل كان نزل مروان عطيه ومحمد ومحمد شريف. يا حبيبي قبل الجون ولا بعد الجون؟ 61 الهدف الاولاني. قبل الجون ولا بعد الجون؟ بعد الجول. طيب يعني اذا انت جالك جون من عند ربنا. واخد بالك؟ كهربا عمل كده وقال يغير، الراجل غيره. وطبيعي انا كسبت 1-0 ككولر، اللي انا بلعب جيم دفاعي عشان ما اخسرش، عشان اخلي الفارق 5 نقاط بيني وبين الزمالك. تمام. فجبت 1-0، اعمل ايه؟ اقفل نص ملعبي، فلازم انزل مروان عطيه عمل السرعات. النهارده راجل المباراه بما يرضي ربنا، بالذات الشوط الثاني، هو حمدي فتحي. ولو عايز تديها اديها لشريف لان جاب جونين. انما ديانج بياخدها. الشوط الاولاني كان كويس، ما عملش ثرو باص، ما شاطش على الجون، واخد بالك؟ ما جابش واحده في العارضه، ما عملش السوريين اللي هو لا اللي ياخد. شوف انا كنت الاسابيع اللي فاتت دي كلها كنت يعني بنتقد مين؟ حمدي فتحي. النهارده لا ياخد نجم المباراه. ليه؟ لان افوق لعيب، الوحيد اللي بيضغط والوحيد اللي بيروح، الوحيد الجونين الاولاني والثاني هو السبب فيهم.
وده بيلعب ديفندر. خلي بقى ما تقوليش بقى ده يحسب بقى الكولر ومش مولر والكلام الفاضي ده. بيطلع لوحده. طبعا اقسم بالله بيطلع وبيكمل في لوحده في الهجمه. بس هو دايما حمدي فتحي ده بيعمل ايام موسيماني. بص هي عنده النزعه دي من ايام ما كان في انبي. وكان بيطلع ويجيب اجوان، بيطلع من غير ما المدرب بيقول له. تمام. ولما جه الاهلي كمان وكان في الاول في الاول عمل كده. بعد موسيماني بقى، ده موسيماني كان بيخليه ثالث قدام يعني ليبرو مقلوب. بيلعب قدام الاثنين مساكين، فما كانش بيعدي نص الملعب.